أهلا ومرحبا بكم على قناتي مطبخ سلمى. اليوم رجعت لكم بوصفة جديدة باش نعمل مع بعضنا إن شاء الله كيك منزلي اقتصادي، مكونات ساهلين على الآخر موجودين في كل منزل. عندي لهنا 150 غرام فرينة، عليهم 140 غرام هكا ولا أقل شوية سكر حبيبات عادي، زوز عظمات، ساشي خميرة كيميائية ولا خميرة متاع حلويات، وساشي سكر فانيليا. معاهم هكا 42 ولا 40 غرام زبدة، كيس صغير زيت عادي، زيت نباتي، أي نوع زيت نباتي تحبوه، زيت زيتونة، زيت قطانية، زيت عباد الشمس كيما تحبوا المتوفر عندكم في المنزل، وقدهم حليب. باش نبدأ مع بعضنا لهنا. باش نكسر زوز عظمات متاعي. من المستحسن انه البيض يكون في حرارة الغرفة، معناها مخرجينه مقبل من الفريجيدير. باش نكسر زوز عظمات متاعي وباش نحط عليهم السكر لهنا كيما قلت لكم مقدار 140 هكا اقل شويه، سكر 140 غرام. وباش نحط لهنا كان عندكم سكر فانيليا سائله تنجموا تستعملوها زاده. انا المتوفر عندي سكر فانيليا عادي. لهنا سكر فانيليا يظهر لي مقدار 8 غرامات هكا سكر فانيليا. باش نخلطهم الكل مع بعضهم. انا باش نخلط بالمضرب اليدوي كما قاعدين تشوفوا انتم. كان عندكم مضرب كهربائي تنجموا تستعملوه، اما هو انا نرى ما يستحقش معناها، وانتم شنو تحبوا زيدا. باش نخلطك المكونات نتاعي الكل حتى لين هكا الخليط نتاعي يتضاعف حجمه شويه. مش لازم معناها السكر يذوب تماما، هكا باليد سهل يعني تاع درج هكا اقل شويه وانتي تخلط. قلت لكم حتى لين يضاعف شويه هكا ويبيض الخليط نتاعنا كما قاعدين تشوفوا. باش نحط عليهم توا مقدار الزيت ونخلط الكل مع بعضه بالكدا. كيك ساهل على الاخر متاع ضيف هكا جيك على غفله تستحق له، بالحق ساهل ويطيب في سعفيسه ما فيش برشا تعب ومجهود. باش نحط توا 150 غرام فرينه متعدده الاستعمالات، ومعاهم باكو خميرة كيميائية ما يعادل هكا 10 غرامات، باكو كامل. من المستحسن ان نغربلوهم مع بعضهم هكا الخميرة والفرينة باش ينحينا اي شوائب معناها موجودة في الفرينة. ونخلط المزيج متاعنا الكل بالكدا هكا يكون هكا ثقيل شوية الخليط متاعي كما قاعدين تشوفوا. شوفوا كيف التكستور متاعو. توا باش ناخو الحليب اللي عندي، مقدار الحليب متاعي باش ناخو هكا ززوة ولا كسرونة صغيرة ولا اي حاجة عندكم متوفرة في الدار باش تسخنوا فيها في الحليب. باش نحطه يسخن على الغاز هكا حتى يوصل لدرجة الغليان ما لقيتش الكلمة. حاسيرو كما قلت لكم هكا كيفاش حتى لين وصلتوا لدرجة الغليان. باش نحط عليهم نحط على في وسط الحليب معناها الزبدة متاعي ونخلطها حتى لين تذوب. شوفوا كيفاه، والله انا الطريقة هذه جربتها قبل وبالحق جاني الكيك ما شاء الله هكا خفيف وهشوش على الاخر. بالحق طريقة عجبتني على الاخر وقلت خليني هكا نوريها لكم فماشي ما تجربوها كيفي. هكا كيفاه ذوبت الزبدة متاعي الكل. توا باش نصبها على معناها الحليب باش نصبه على الخليط متاعي. ردوا بالنا معناها راهو الحليب سخون وكل شيء، ما تخافوش معناها تقولوا العظام بالكش يطيب ولا حاجه. انتم دوب ما تصبوا هكا ماذا بيكم تخلطوا فيسا كين ما نجمتوش كيما هكا وكل شيء معناها صبوه على مراحل، ما تخافوش ما يصير له حد شيء معناها العظم. صبوا خلط فيسا هاكا. شوفوا كيفاش سهلة الحكاية، اسهل منها مفماش. شوفوا كيفاش الخليط نتاعي هكا بدا يولي خفيف ما عادش ثقيل كيما كان هكا جاري معناها كيما نقولوا احنا.
خلطته بالكدا بالكدا، المزيج متاعي الكل، المكونات متاعي الكل تخلط بالكدا بالكدا. انا لهنا اختياري راهو حطيت هكا شويه مكسرات، عندي لهنا شويه زوزه وزبيب، هكا حبيت نبدل النكهه شويه. انتم تنجموا تستغنيوا عليهم، راهو ما تنجموش كان ما عندكمش مش متوفر معناه في الدار تنجموا تستغنيوا من غير ما تحطوه. ابا انا هكا حبيت نزينه شويه. باش ناخذ القلب نتاع الكيك نتاعي لهنا دهنته بشويه زبده وفرينه باش ما يلصقليش، ومن القاعه حطيت هكا شويه بابي كويسون قصيته بالكدا وحطيته في القاعه. وباش نصب الخليط نتاعي الكل وندخله للفور على درجة حرارة 170 درجة من الفوق ومن اللوطة. ردوا بالنا رانا منحلوش الفور قبل نص ساعة، ماذا بينا نص ساعة كاملة هكا الفور يخدم. ردوا بالنا كان نحلوه على الكيك، على خاطر كان تحل الفور معناها قبل نص ساعة الكيك يطيح لك هكا الهواء متاعو نعرفش حاسيلو يتفش. ردوا بالنا راهو الكيك جينيرالمون معناها في العموم ما بين 35 معناها ساعة غربا نص ساعة باش يطيب، انتي ونوعية الفور اللي عندك. ندخلوا الفور ونرجع لكم. وهذا الكيك متاعنا بعد ما طاب ما شاء الله بالحق جاي بنين 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 بصفة غير عادية، ساهل كما قلت لكم. ما يتطلبش برشا وقت وبرشا مجهود، خفيف هشوش على كيف كيفكم. انا في الوسط هكا كل المرة الاولى حليت عليه نلقاه مازال ناقص شوية، هاكا نثبت بالسكينة ندخل السكينة متاعي ونشوف. بالحق ان شاء الله تجربوه، ما تنسيوش باش تشتركوا في قناتي. وكان عندكم اي اقتراح ولا اي هكا وصفه تحبني نشاركها معاكم اكتبوا لي في تعليقاتكم، وانا باذن الله ان شاء الله نجربها معاكم. وما تنسيوش باش تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس اللي بجنب كلمه سابوني باش يوصلكم كل جديد، وان شاء الله في وصفه اخرى وحلقه اخرى. وبسلامه. اهلا ومرحبا بكم على قناتي مطبخ سلمى. اليوم رجعت لكم بوصفه جديده باش نعملوا مع بعضنا ان شاء الله كيك منزلي.